في إيه يا جدعان؟ هو كل اللي عايز يسجل بيسجل في ماتش الزمالك والجيزة؟ في إيه يا جدعان؟ يعني هو انا مش فاهم. يعني ده انا عشت وشفت الجزيري بيسجل، عشت وشفت سيف جعفر بيسجل، عشت وشفت اخوان الفينا بيسيرة بيسجل بعد ما سجل في تاني مباراة في الدوري. من ساعتها ما شفتهوش. ده النهارده كان في حاجات غريبة عليا بتحصل، حاجات انا من ايام رمسيس التاني ما شفتهاش. في ايه يا جدعان؟ كل اللي عايز يسجل بيسجل النهارده. لعيبه كسر النهارده بتسجل، وعمرو ناصر واحمد شريف وشيكو بيتزا. ايه اللي انت عامله ده يا شيكو بيتزا؟ انت في راسك ايه رباط الضغط اللي انت رابطه يا ابني؟ ده الست وهي بتروق في البيت ما بتعملهاش. ايه لفة الطرحة الرباط الضغط اللي على راسك ده؟ الست وهي بتروق في البيت ما بتلفش اللفة اللي انت لففها دي. يا جدع ده انت اقسم بالله، يعني انت غريب. اقسم بالله انت غريب، شيكو بيتزا انت غريب. اقسم بالله. لكن تعالى بقى ايه، تعالى نشوف الكلام اللي هو بعد الماتش بقى. الزمالك في عز ما هو في ازماته الماليه، والزمالك واقع ومعهوش فلوس ومش عارف ايه، وبيكسب وبيلعب، وانا فخور ان في نادي. طبعا جماهير الزمالك اللي بتقول كده، وانا فخور ان ناديه وهو في الازمات الماليه والكلام ده كله، وبيكسب فريق في افريقيا، مش في الدوري، ومش فريق محلي كل الكلام، كل الهجص ده انت هتسمعه بعد الماتش. بعد ما الماتش ما خلص انت هتسمعه. بعد ساعتين من الماتش ولا ساعة من الماتش انت هتسمعه. انا بقول لك اهو. فكل ده هجص. هم اصلا بيلعبوا فريق اخرهم الفريق ده في البلد بتاعته اخرهم هناك بيربوا خرفان، مش بيلعبوا كورة. ده فريق كسر يا جدع، اقسم بالله. يعني الفريق ده البلد بتاعته البلد بتاعته اخرهم بيربوا خرفان. هما بيربوا خرفان ما بيلعبوش كورة. الفريق ده يا جدع اقسم بالله لو جبت لك، مش عايزه اقول لك مصر المقاصه لا يكسبوهم. ده فريق. يعني هو انا عمري في حياتي ما شفت فريق بالمنظر ده. الاهلي بيلاعب ايجل نوار، والزمالك بيلاعب دي كده ومش عارف ايه. فانا يا جدعان ما اعرفش، يعني انا ما اعرفش الفريق التعبان اللي كانوا بيلعبوه ده. 6-0 يا نهار ازرق، 6-0. طب ما كانوا دي كده دي تجيب جون وكان هيبقى 6-1. كانت هتبقى احلى يعني من 6-0. انا شايفه كانت هتبقى اشيك 6-1. بيبو وبشير، بيبو والجول وابراهيم سعيد والكلام ده كله. فالبيضه الطريه كسبت بسداسيه على الفرقه هي من الصوماليه. فانا انا قلت لكم على الكلام اللي هتسمعوه بعد الماتش، الهقص اللي هتسمعوه بعد الماتش، كل الهقص اللي هتسمعوه بعد الماتش انا لخصته لكم في الفيديو ده. انا شايف ان 6-1 كانت هتبقى احسن من 6-0 بكتير.